اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده بقى هنعمل الفطير الجميل اللي انتوا شفتوه معايا دوت على عين البوتاجاز. معايا ده كيلو من الدقيق، عليه معلقتين كبار من السكر، وعليه معلقة صغيرة من الملح، ومية دافية للعجن. مية دافية عشان الجو ايه شتا، وبعتذر على صوتي عشان عندي برد شديد، فعشان كده صوتي ايه متدمر شوية. هنا انا هعجن بقى ايه العجين بتاعي، وانا مش هطول معاكم في العجن لان كلنا بنعرف نعجن، هو العجين مش صعب يعني. وانا ايه يعني فيديوهات كتير كنت بعجن معاكم ايه فيها، فمش هطول معاكم في العجن. هعجنه وخلصته كده عجن، هغطيه واسيبه يرتاح، ونرجع ايه نكمله مع بعض. هنا بقى بعد ما سبته كده ارتاح حوالي نص ساعة، هبدأ ان انا اشكله معايا ايه كور صغيرة، الحجم اللي انت بتحبيه اعمليه. عايزاه الفطيرة كده كيوت صغيرة وحلوة كده زي اللي انت شفتيه معايا في اول الفيديو، تمام. عايزاه اكبر من كده، تمام، زي ما تحب. يعني انا عاملاهم حوالي 16 فطيرة او 17 بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. فانت عايزة بقى تعمليهم 10 8 6 زي ما انت عايزة، لو فطيرتين حتى تمام برضو. هي ايه هينفع برضو على عين البوتاجاز. مبدئيا بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك لو اول مره تشوفي قناتي، يا ريت تشترك فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. دهنت الصينيه كده ايه شويه زيت كده عشان العجين بتاعي ما يلزقش في الصينيه، وهبدا اقطعهم بالشكل ده كده. وبعد ما هقطعهم هسيبهم برضو يرتاحوا حوالي نص ساعه تاني، ساعه او نص زي ايه يعني. هو عامه الفطير بيحب الراحه، كل ما تسيبيه يرتاح معاكي كل ما يكون احسن. خلصتيهم كده هغطيهم بقى واسيبهم يرتاحوا، ونرجع ايه نكمل مع بعض. هنا بقى تقريبا كان ارتاح، مادام جبت الصينيه اللي انا هفرد عليها. معايا دي سمنه مش زبده، فانت لو عندك زبده على سمنه يكون احسن. انا ما عنديش زبده فمش هنقف يعني على حاجه، هشتغل بسمنة بس خالص. وهدهن بقى الصينية بتاعتي كده من الزيت، وهبدأ ان انا افرده كده بكل بساطة. يعني هو صغير مش محتاج فرد كتير ولا حاجة. لو انتي اول مرة تعملي فطير بجد سهل جدا. هتتفرجي على الفيديو ده بشوية دقيق وشوية مية هتقومي تعملي احلى فطير. وعلى فكرة ده الكيلو ما خدش معايا سمنة كتير، ده خد معايا حوالي ربع كيلو من السمنة. ما تقلقيش خالص لما الفطيرة تتقطع معاكي، كل ده بيتدارى وبيتداوى، ما بيبانش ايه في الفطير. هلمها كده بقى زي ما انتم ما شايفين كده، واقفلها كده تاني كويس، وهرجع هحطها على الصينية وهجيب غيرها، وهكذا بنفس الطريقة. الفطير ليه كذا طريقة للفرد. انا بقالي والله كذا سنة معتمدة على الطريقة دي، بحب اعمله جدا. يعني انا بعمل الفطير الكبير في الفرن، في فرن الغبيز بيبقى تحفة. بس انا الولاد عندي بيبقوا حابين، واللي بياخد فطيرة بيقدر يخلصها. محبش انا اقطع الفطير ويفيد وكده. انا ببل ايدي بصوا من السمنة لان احنا مش عايزينه تقيل. كل ما تبقى السمنة فيه اكتر كل ما الفطير هتلاقيه معاكي تقيل كده وبيصد في الاكل. يعني لو انت ما عندكيش فرن، ما عندكيش زبدة، بصي اقل حاجة اهوت عملنا كيلو دقيق شوية مية وربع كيلو سمنة. اكيد يعني كلنا في البيوت عندنا سمنة، هنعمل احلى فطير.
هنا بقى دي كانت طريقة فرد كده ايه برضو لو انتي ايه مش عارفة تلميها كده. فانا عملتلكوا دي، اللي حابب يعملها كده ماشي، واللي حابب يعملها كده ماشي. انا هنا مفككة السمنة على النار عشان الجو شتا، والسمنة بتبقى طبعا جامدة، ولو انا حطيتها مش مفككاها كده الفطير بياخد معايا سمنة اكتر، بتفك معايا في السوا. فبتبقى تقيلة، فبلاقي الفطير فيه سمنة كتير وبيبقى تقيل كده في اكله. والله العظيم الفطير ما فيه اسهل منه. يعني في ناس كتير بتخاف تعمله ويقولوا ما بيعرفوش، لا سهل جدا جدا جدا. يعني زي ما انتي ما شايفة هو ما بيحتاجش غير الراحة. هتعجنيه وتسيبيه يرتاح، على فكرة ممكن تقطعيه وتسيبيه يرتاح مرة واحدة، وبعد كده تقومي تشتغلي فيه بعد ما يرتاح على طول. العجينة منها يعني مرتاحة كويس، بتتفرد معايا بكل سهولة. شايفين يعني العجينة عامل زي الملبن. اخلصهم بقى انا مع نفسي وارجع لكم. كده خلاص كنت خلصتهم كلك. هبدأ بقى ان انا اغطيه كده اسيبه شوية كمان، يعني 10 دقايق كده، ونبدأ نشتغل فيه. دي الصينية اللي انا هسوي فيها على عين البوتاجاز اهوت. صينية ألمونيا مش تيفال ولا اي حاجة. اول مرة بس هنحط لها حوالي معلقة كده ايه من السمنة. انا هنا هحاول ان انا اجيب لكم الصينية على عندي يعني عشان تشوفوها، مع انها هي كانت باينة، بس انا جه كده في دماغي ان انتوا مش هتشوفوها، فنقلت وهرجع على فكرة انقلها من على عندي لان العندي كانت واطية جدا. هو عامة انا عايزة نار متوسطة عشان الفطيرة تستوي كويس من قلبها. هو انما لو في الفرن احنا بنعلي النار على اعلى درجة حرارة. هو الفطير بيحب تكون النار عالية، بس هو عشان على عين البوتاجاز من فوق فهنا ايه مخليه النار متوسطة. شايفين سهل جدا، بحط واحدة على الصينية وعقبال ما تستوي اكون فردت التانية، وتقدري تستخدمي الصينيتين وانت واقفة وتنجزي في الوقت. عايزة اقولك والله العظيم الفطير ده كان تحفة. يا رب سترك ورضاك علينا. ببدأ يعني اقلب فيه كده واحركه عشان يستوي كله ايه كويس. يعني عايزه اقولك لو انت عايزه تعملي الكيلو دي على 4 فطاير بحجم الصينيه اللي احنا حاطينها دي هينفع، وهيبقى حلو جدا. بس انا بنبقى حباه صغطوط كده عشان ايه العيل اللي ياخد فطيره ما يهدرش منها ويسيبها ياكلها على طول.
بعتذر تاني مرة على صوتي بجد، يعني انا حاسة ان انا صوتي متغير جدا، مش قادرة اتكلم اصلا. بس والله العظيم الفيديو ده مصوراه بقالي فترة، فقلت همنتجه وانزله، لاني بقالي حوالي شهر ما نزلتش فيديوهات. زي ما تقولوا كده يئست من القناة، بس برجع اقول لا، قومي يا بنتي صوري ونزلي. ايه هتسوي كل الفطير على على القناة يعني ولا ايه؟ كفاية عليكي كده. شايفين هنا بقى بعد ما خلصت كل الكمية ده 17 فطيرة، شايفين طري جدا ومورق، تحفة بجد والله العظيم، جربيه مش هتندمي. حلو جدا بقى مع جبنة وعسل، حاجة كده تحفة. ما تنسوش بقى تحطولي لايك لو اول مرة تشوفي قناتي، ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.